اوكي حاضر. زي فايزم الاخبار الصحة. يا سلام يا اخي. والله يا يا اخي سلام. نفسي من زمان اجي كده في العالم ده. والله عالم جميل عالمكم ده هنا. عالم شنو؟ عالم كونسرت ويك. يا اخي معقوله؟ والله جميل يعني. انا كان المفروض استضيفك في حلقه يعني من بدري. ايوه والله. افتكر لكن نفسي بس كان. يعني افتكر الموضوع ما كان يترتب. انت مبسوط انا مبسوط على فكره انا مبسوط، انت لكن زبط. انا بقدر اضمن يعني. انا ممكن اضمن لك هسه كمان اضمن لك بعد شويه بيحصل شيء. مم. ما عشان انا كذا وانا مفتري ولا لا، حرفيا انا بكون يعني متفق مع 4 تنفار على اساس انه واحد فيهم يعني اللي بيزوطني امشي اللي بعده بيزوطني امشي، فهمت؟ بيكون في واحد ما بيزوطني فانا بقوم شنو بزوط الثلاثه اللي بعده. اوكي بقوم شنو بشتغل كده. اوكي طيب، وانا الوحيد اللي بتزود كل مره. انت ما في زول قبلك ما زوطني. يعني انت اه ثاني انت الغدر شغلي غدر قلت لك اقدار. والله ما بقدر احكم في هذه. مدير محمد يسمع الحلقه السادسه حرفيا. يسمع الحلقه السادسه. والله يا شباب بالذوق انتوا عاقلين وفاهمين اي حاجه، لكن انا شنو بس عفوني بس يا شباب. والله يعني حذيفه دقيقه دي عشان اعمل لك بعدين. والله حذيفه يعني انت واحد من الناس افتكر انه انت ما منه على ما عاقل قدر ما ظاهر في السوشيال ميديا. طيب صح. اول حاجه يعني قبل ما اخش في الموضوع افتكر انه دي اول حلقه حقت انت ثاني ضيف بالمناسبه في كود سوداوي. ثاني ضيف. كان قبليها كان في واحد اسمه هاشم، الكلام ده كان السنه اللي فاتت زمان شديد. ايوه السنه اللي فاتت. فالزول ده انا لما كان دي استضفته في الحلقه زول ما بعرفه رسل لي الشارع. لا هو رسل لي طب ما حلوه والله يجي ناس من الشارع يجيب ناس من الشارع صح؟ عمام برودكاست. بيرسلوا له والله ناس كتار، لكن يعني لا من الشارع حرفيا. والله هو ممكن جيب بتاع تاكسي هو ممكن يا حذيفه شت يا لكن والله بتضحك. هاي حكون برنامج لذيذ. والله برنامج. لكن طبعا الحياه محتاجه فيها عقيدات كثيره. الحمد لله انه نحن هسي حاليا عشان عندنا استوديو هسي او ما عندنا استوديو، لكن يعني لقينا فرقه حقت استوديو، لقينا طريقه انه نقدر نصور الحاجه دي، نصور الحلقه دي في حد ذاتها. دي فرصه افتكر انها كانت كويسه انها خلتنا نقدر نصور الحلقه دي بالصوره دي. السبب الرئيسي اول حاجه هناك، اول حاجه ارحب بك الثاني ضيف في كوتس اوف ذا ويك تسجل للتاريخ يعني حبيبي والله يعني بجد انبسطت شديد في الاستضافه دي. اسكت. فعموما احنا هسه قبل شويه كنا للعلم يعني للناس اللي ما عارفه كنا بنصور في حلقه او حلقات مجموعه بتاعت حلقات. خليهم قايلين لي زول ساي طبعا هم قايلين لنا ناس ساي وكده وبس، لكن بالذوق بس. فنحن كنا بنصور لحلقات او لمجموعه من الحصص حقت كورس هنقدمه انا وحذيفه، اللي هو عباره عن كورس بيتكلم عن السوشيال ميديا، بيتكلم عن انه كيف تقدر تنتج فيديوهات بالتليفون، كيف تقدر تدخل قروش من السوشيال ميديا. وافتكر في ناس كتار يعني انه بحكم خبرتنا والحياه اللي قدرنا نعملها انه حتى نجيب استوديو زي ده مثلا ولا نصور بكواليتي زي دي حاجات كلها افتكر يعني بعد فضل ربنا انه قدرت تحت لنا السوشيال ميديا على ما افتكر. ففي حاجات كتير على فكره، في حاجات كتير الناس ما عارفينها عن السوشيال ميديا دي وعن كميه القروش اللي بتدخلها السوشيال ميديا دي. حتى انت لو بتلاحظ شفت لك زول يعني عنده ارقام في السوشيال ميديا وفقير كذاب ما في زول. يعني الناس دي بتدخل قروش كتيره من السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بتدخل قروش كتيره يا شباب. فيا ريت تركزوا في الحاجه دي بس. الناس ما مستوعبه، الناس بيشوفوا يعني انت بتسال نفسك انا بس بشوف الناس دي كلهم المشاهير عموما عرفتها حتى السودانيين مننا يعني بيطلعوا برمجوا وبياكلوا وبيشربوا وطالعين كل يوم. هل ده معناه انه والله اهلهم مثلا بدون قروش؟ لا بعرفهم كلهم ما بفضل بديهم قروش، عايشين براهم دي قروش اللي هم جايبينها من صناعه المحتوى حقتهم او من السوشيال ميديا عموما. هو سوق مخفي صراحه، هو جديد نوعا ما جديد. صح او عندنا بالنسبه لنا جديد لانه احنا في السودان وكذا، فالحاجه دي صعبه. السودان ما اعرف الناس شغالين فهمون الا تتعب عشان تجيب قروش، تتعب شديد عشان تجيب قروش. فهي السوشيال ميديا نعم متعبه صح، لكن ما التعب الشديد ده تعب صبر، تسعى تصور فيديوهات كذا، لكن في النهايه يعني بتلقى شديد نتائج مرضيه شديد. يعني اسي بحكم انه والله طيب انت كحذيفه هيثم انا كعبد العزيز يعني انا لي هسي حاليا في السوشيال ميديا يمكن 5-6 سنين. تمام. انت لك كم في السوشيال ميديا هسي؟ انا لي 3 سنين. 3 سنين. شهر 2 اللي فات تم 3 سنين. شهر 2 اللي فات تم 3 سنين. بالنسبه للانجاز اللي قدرت تنجزه في خلال ال3 سنين دي من السوشيال ميديا، انا اديك كلام. انا السوشيال ميديا غيرت لي شخصيتي مليون في المية، مش مليون ما 180 مليون. يعني بس السوشيال ميديا بقيت بشتغل، بقيت بعرف انه الشغله دي بتجيب قروش، فبقيت بطور من نفسي بطور من المحتوى. هي ما بتجيب قروش دايركت، هي بتجيب قروش عن طريق اعلانات. صح. بالتالي انا بدل ما كنت بعلن لناس فبقيت بعمل انا بزنس الخاص وبعلن لنفسي، خلي الناس تشتري منك اكثر وكذا. يعني مما كنت زول مستهلك جد بقيت زول منتج يعني بعمل بزنسات وبشتغل وببيع وبشتري وكذا. يعني غير لي شخصيتي عموما. يعني انا مبسوط شديد انه دخلت السوشيال ميديا. على حسب علمي انت دخلك من السوشيال ميديا ما كان اعلانات بس، اكثر حاجه كنت بتكرهها الاعلانات شديد. انت كنت اكثر حاجه مع بحس نفسي مخنوق لما نعمل اعلان. هم كده مخنوق. يعني معظم الشباب يعني قروشهم كلها بتيجي داخله من الاعلانات حقت الوكالات والمكاتب والشركات لكن انت كنت يعني الخلاك قام تتغير انه انت قررت انه ما تشتغل اعلانات، قررت تعمل حاجه اللي هي كان افتكر فتحت بزنس. فتحت كثير، فتحت بزنسات كثير
فتحت اول شيء بزنس بتاع لوحات، مم. اشتغلت وشغال بالاعلانات. يعني ما كان بيجيب قروش كتيره شديد. مم. انت بعده بديت عملت مصنع بتاع ايس كريم، مصنع ايس كريم ببيعه برضه شغال، كنت شغال اعلان مصنع بتاع ايس كريم عادي. على فكره ما اعمل المصنع بتاع الايس كريم ده ما عملت له اعلان لسه، كنت لسه بجهز فيه وبدينا جهزنا وكنا بنبيع للمدارس الجنبنا وكده، وكان طلبيات كتيره فكنا لسه يعني دايما نبدا نسوق للموضوع ده عشان ينتشر كده. ف حصل الحرب حصلت، بعدك الحرب جات حصلت، بعدك الحرب جات وكده حصلت، وفي نصهم بين الاثنين ده كان في بزنس ثالث. البزنس ده كنت اللي هو انا كنت يعني بدل ما انا كنت بعمل اعلانات لناس، لقيت انه في مشكله كبيره في السوق. دي الحاجه اللي افتكر على اساسها اللي هو احنا اللي بسببه قاعدين هنا، وحرفيا الحلقه دي صورت بعد ما احنا انتهينا. أيوة. وكانت متعبه شديد، يعني كان يومين. يعني الم انا بالعكس انا امبارح يعني الم انا قربت ابكي يعني، بس الحمد لله خلصنا، الحمد لله تخارينا، الحمد لله. فتعبنا شديد. تعبنا شديد. موضوع السوشيال ميديا يعني انا حسيت انه والله العظيم فيها اثر من ناحيتي انا الشخصيه، تمام، غير موضوع الاعلانات. يعني انا ريسنتلي كان فتحت بزنس بعد ما جيت مصر هنا اللي هو بوك هاربر. اول ما فتحت المتجر ده بحكم المحتوى اللي انا بقوم بقدمه للناس، فكنت بشتغل اعلانات لروحي، فبجي بقوم بقول لهم يا اخواننا تعالوا والله العظيم عندي المتجر بتاعي اللي هو اسمه بوك هاربر، سوقته عن طريق كودز اوف ذا ويك والكلام ده. الموضوع مشى يعني يعني اتخلعت انا بصراحه من الموضوع ده. كل مره بقول والله يا اخي انا لسه ما عندي متابعين الكفايه، حاسس انه الموضوع ما حيظبط، حاسس انه فترددت. في لحظه كده قلت يا اخي انا بس حقوم انط just go ahead. فبعد ذاك بدينا. هسه حاليا طبعا انا خلصت مناقشه حق الجامعه. بعد ما خلصت المناقشه حق الجامعه دي حاجه قاعده في بالي لها فتره طويله جدا جدا صراحه. بقعد بسال في روحي السوشيال ميديا بحكم انها حتى هي سوق جديد واي حاجه، لكن هل ممكن تكون مصدر دخل ثابت ولا لا؟ انا عايز اسمع رايك في الموضوع ده الصراحه. والله انا كحذيفه انا بتكلم لك احنا كسودانيين، تمام، مجتمعنا السوداني فكره انه يكون دخل ثابت وكده، انت محتاج سبونسرز من شركات وكده، فبدوك دخل ثابت كل شهر اساس انك تستمر وكده. فالحاجه دي في السودان عموما الشركات السودانيه ما عارف هم هابلينها شديد ليه. فعندهم انفلونسرز، عندهم ناس يعني في السودان سيلبرتيز ما شاء الله ما شاء الله شديد، يعني احسن من ناس كتار برا، تمام. وهم معبرين الحاجه دي، يعني انا ما بتكلم عن نفسي ولا عنك ولا يعني في ناس كتير عابرين وهم معبرين الحاجه دي، يعني ممكن يبقوا لهم سبونسرز وكذا يدوهم قروش يدعموهم عشان المحتوى يتطور. ففي حاجه في حلقه ما انت الناس لسه ما واعيين للموضوع ده، تمام. فهيك كصناعه محتوى انت تبقى كصانع محتوى دخل ثابت كده كل شهر يجيك قروش، ما اظن احس حاليا الكلام ده ممكن يحصل، وممكن لقدام شويه، لكن حاليا ما اظن صعب شديد يحصل. عدى السنه. من وجهه نظري هل السوشيال ميديا ممكن تدخل قروش او يبقى لك مصدر بتاع دخل ثابت؟ افتكر لكن ما بصوره مباشره. كيف يعني؟ انت عندك منصه، عندك جمهور، عندك ناس متابعينك، عندك ناس يعني بيحبوك لشخصك، عرفتها، مستعدين يدعموك في اي لحظه. ودي حاجه سامحه جدا جدا. الناس بتقوم مثلا بيجون عشان يشتغلوا عندنا اعلانات عشان نقوم نجيب لهم مبيعات، ما حنتكلم بصراحه يعني فعشان نحقق لهم مبيعات ونحقق لهم تارجت سيلز، فهمت؟ او نوفر للناس حاجه كويسه، يعني خدمه كويسه او منتج كويس. يعني نحن لو قدرنا نخلق منتج كويس، يعني افتكر دي الفكره حقت الكورس جاتنا من هنا، انه هل نحن بنقدر نخلق فكره كويسه، هل نحن بنقدر نخلق منتج كويس نقدمه للناس اللي قدروا يفيدونا، كانوا سبب او كانوا جزء كبير جدا جدا. يعني نحن نقدر نصل مراحل زي ده ونقدر نحقق حاجات كثيره من رغباتنا، عرفتها، وانه نعيش لايف ستايل معين. مع انه انا طبعا ما النوع اللي بحب، ما بشتغل بموضوع اللايف ستايل، بشوف موضوع اللايف ستايل دي حاجه في النهايه بتجي، لكن يعني انت through الكونكشنز اللي انت بتبنيها، الناس اللي عرفتهم في السوشيال ميديا، الشغل اللي بتقدر تطلعه، الناس اللي انت بتقدر تصل لهم، الشركات وكده، مع فكره وتسويق وفهم معين لسوق، افتكر انت ممكن تطلع لك بحاجه تقدر تفيد الناس وتبيعها بسعر كويس وتعمل لك دخل. لكن الدخل ده تشيله تفتح به بزنس ثاني يعني ممكن دي فكره حلوه انك تشيل الدخل بتاعك تفتح له بزنس ثاني. انا داير الناس تركز في موضوع صناعه المحتوى، نفسي الناس تركز. انا والله بجد يعني انا بزعل والله بزعل لما يجيني مثلا متجر ولا كده يقول لي اعمل عندي اعلان واخذ جوا القى ما عامل شيء اصلا. ديش انت ما عندك هويه، انت بس ده تبيع، يعني ما عندك اي شيء. انا اخش بس انا اشتريت منك ثاني ما حنتذكرك اصلا، صح؟ فهمت؟ صح. انت لازم تعمل لنفسك كونت، لازم تعمل لنفسك محتوى، تسوق لنفسك، تعرف كيف تبيع الحاجه اللي عندك دي، طبعا بدون ما زول يعمل لك اعلان. على فكره الاعلان ده بيجيب لي ارقام لي انا، ما بيجي لك ارقام انت، يعني بيجينا انا ريتش انا، يعني ما بيجيك ريتش. هاي من الانفلونسرز يعني بدون ذكر اسماء، في فتره من الفترات لو بتتذكر كان
محتوى عباره عن اعلانات، أي. كان الريتش ماشي زياده. اي في ناس بيحضروه عشان اعلانات، داري يشوف بس خلاص انا جاني الريتش انا. أيوة. ما جاك انت كمتجر، انت المحتاج للريتش ده اصلا. صح صح فهمت؟ صح. يعني ممكن يجوني مثلا يشوفوا الستوري بتاعي 20,000 نفر، كلهم ال 20,000 دول عندي حيجوك منهم 100 بس. انت لو عملت نفسك محتوى وصلت لمرحله انه يشوفوك 20,000، ال 20,000 دول عندك، انت ممكن في اي لحظه ممكن تعمل اي عرض، اي تسويق، اي حاجه تشتروا منك. اي لانهم منتج جديد. عجبهم الحاجه انت بتقدمها. بسبب الحاجه دي يا شباب جد انا جيت للسويس، كان لقيته كان في القهوه، قلت له احنا لازم نعمل كورس، لانه كان لاقاني متجر كده غازني، رفع لي ضغطي، قال لي اعمل لي اعلان وما عنده قروش، تمام، ما عنده قروش وما عنده هويه، ما عنده اي شيء، ما بس داري يبيع، بس عنده حاجات داري يبيعها بس. غازني شديد والله يعني قلت له طيب اعمل لك محتوى، ظبط نفسك، عيش، اسوي لك اعمل لي الصفحه شويه. ما بعرف تقول ده الاعلان. ايوه تصميم. يلا المشكله بيقولوا ما بنعرف، هم ما دا يتعلموا، هم عارفين يتعلموا من وين او يبدوا كيف، او يبدوا كيف. هي صراحه يا حذيفه لو جينا نعاين الموضوع ده، فكر موضوع انه انت تبدا تفتح السوشيال ميديا او تبدا تنزل فيديوهات يومياتك، فهمت؟ حتى الشباب ديل يعني قادرين يفهموا الحاجه دي كويس، وافتكر كلهم قادرين يستوعبوها. مساله انه والله تبدا تنزل حياتك او تنزل حاجه في السوشيال ميديا، اكثر حاجه نحن بنخاف منها افتكر موضوع النقد. يعني في ناس عندهم المشكله دي، يخافوا من النقد. يعني في ناس بيخافوا من النقد، في ناس بيبدوها كهوايه ما بياخذوها بجديه، وحتى الموضوع ممكن حتى لما يبدوا ياخذوه بجديه يكونوا ما جادين في الموضوع. فهو الموضوع مخيف الى حد ما، لانه الناس ما بتحب يعني تغامر، فهمت؟ الناس ما كلها عندها ما افتكر اي زول عنده روح المغامره، انه والله العظيم انا داير امشي اخش في السوق الجديد ده، واللي هي دي حاجه كويسه وكعبه. قول كيف حاجه كويسه للناس اللي بيغامروا، لانه هم حيدخلوا على سوق جديد فحيكونوا هم الوحيدين، فهمت؟ الموضوع ده كانه انت في بحر، تمام؟ البحر ده فيه زول قرر انه يشق الشارع بتاع البحر ده ويشق الطوب ده ويخلق له مسار جديد، فالمويه دي بتيجي داخله من البحر ده والتفرع ده، المويه دي كلها حقته، في حين انه الناس كلها عايمه في الهنايه ذاك، وبيجوا بوراه او بيجوا ساكين في نفس المسار او بيخلقوا مسارات تانية، ديل يعني بيقدر ياخذوا كميه اكبر او يمكن كميه اقل على حسب اجتهادهم. دي حاجه كويسه، لانه نحن ممكن نكون يعني بحكم عادتنا الانفلونسرز في السودان ديل اللي هم ما فايتين ال 50 اللي قاعدين في السودان مثلا، ما افتكر فايتين ال 50، ما افتكر محصلين الرقم ده ذاته. انا بديهم 100 انا اكثر شيء 100 افوت ال 100 لانه ما صناع محتوى 50 ما بزيد 50 كثير ما كتر. لكن حتى اللي بينزلوا حياة في السوشيال ميديا ديل ممكن اقول لك انه بيكسبوا قروش وبيكسبوا يستفيدوا من الموضوع ده كثير شديد، قادرين يستفيدوا انه يفتحوا بيزنس، انه يقدروا يعملوا ضجه، انه يقدروا يعملوا كونتنت. الحياه دي حاجه كعبه للناس متغامر. ايوه حاجه كعبه للناس اللي ما بدها. حاجه كويسه وحاجه كعبه على فكره. عدم المغامره ده ما حاجه كعبه، فهمت؟ صناعه المحتوى دي سلاح. انت ما لازم يعني تكون لازم تظهر للناس وكده، صح؟ انت ممكن تخليها معاك، انت تعرف تصنع محتوى، تعرف تصنع كونتنت، تمسك محلات. ممكن. انا كنت بعمل كده. ايوه انا كانت الحاجه دي تقريبا بتدخلك. انا في 3 شهور بجد سويس. الرقم ده قلته كثير في ده الكلام ده حينزل ليه ما ينزل خلاص ضابط. المهم انا دا اوريهم، لا انا دا ما برنامج انه ترويج للكورس اكثر مما هو اقدر افهمهم الحاصل شنو. أيوة. تمام. انا كنت زمان شغال بمسك محلات، بشتغل بمشي المحل بقول له انا بعرف اسوق بعرف اعمل محتوى، فممكن اسوق لك لمنتجاتك لمحلك ده بدون ما اظهر. حرفيا انا ما كنت اظهر في الحياه دي، بصور الفيديوهات بزوايا معينه بتصوير معين بشكل ضابط. تمام. فبصور وبنزل في تيك توك، بنزل في انستغرام كده. الشغله جابت ريتش، المحل عجبه الشغل، مشيت لمحل ثاني انا في 3 شهور ماسك 15 محل، ومن ضمنهم شخصيات عامه. مسكت زول عديد، مسكت يعني زول مشهور عديد يعني بدون ما اقول اسمه يعني. فكرة انا عرفتها. انا كنت ماسك زول مشهور عديد في البرنامج ده، بسمع له محتوى واظبط هناي. وكنت محسب يعني قبل رمضان كنا عديد خلاص دايما نمضي عقد مع شركات كبيره، شركات بتاعت مواد غذائيه، شركات بتاعت هناي، عشان نعمل لهم ترويج لمنتجاتهم. بس بصناعه المحتوى. انا يا شباب اقسم بالله ولا ترويج ولا اي حاجه، انا في 3 شهور مدخل اكثر من 10,000 دولار في 3 شهور. رقم اكثر من 10,000 دولار، رقم كبير. انا ما كنت متخيل انه يوم من الايام ممكن ادخل قروش زي ده اصلا في حياتي في 3 شهور بس. لو حسبناها انه انت لو قسمناها على 3 شهور دي يعني حكايه، يعني كل شهر بطلع 3,000 حاجه، 3,000 حاجه دولار، 3,333 كل شهر بطلع. اشترينا تليفونات للناس اللي شغالين معاي، اشتريت لهم تليفونات، ظبطنا ايش ده الناس اللي شغالين معاك اللي هو الايجنسي اللي كنت فاتحها في السودان. دي حاجه ما في زول عارفها بالمره، ما زول عارفه وما زول شغال بها، واي زول ممكن يشتغلها. ما عشان انا مشهور
اشتغلتها على فكره. الناس اللي مشيت لهم ديل اللي انا مشيت لهم ناس المحلات ديل ما بظل بيعرفني، اقسم بالله ما بظل بيعرفني انا منه والله العظيم. انا هم بعد كم شهر انا شغال معاهم بنصدموا، قول لي هي انت شفناك في التيك توك، نقول لهم انا اصلا يعني في التيك توك وكده بعمل فيديوهات وكده. يعني هم ما عارف اني انا منو اصلا. فانت اي زول معته ممكن يقدر يعمل الحاجه دي، الحاجه دي ما صعبه، ممكن تربح منها قروش كثيره. يعني يا شباب يعني ممكن اديك الرينج ممكن لو انت ما بتعرف عديل يعني مبتدئ وكده من $100 وانت طالع للمحل الواحد. وانت كبني ادم يعني انت كبني ادم ممكن تمسك اكثر من 6 محلات في نفس الوقت، في نفس الشهر ممكن تمسك اكثر من 6 محلات. انا عشان كده جيتك يومتها قلت لك اسمع الناس دي في حاجه ما عارفينها. انا لانه لقيت ناس كتار هنا في مصر دي او في عمهم عموما الشباب راسه لافي. انا بلقى قاعد في البيت ساي وقاعد ما عارف يلقى شغل وماسك تليفونه. أيوة. طيب ممكن تطلع منه قروش صح. تلقى شايل له ايفون 15 برو ماكس الكاميرا الخارقه البتاع قاعد ساي وانت هنا السيلفي ما بيتصور بها وانا شغال بايفون 11 من 2000 2000 اول ما طلع. ايوه انت ما حاسس هيقول لك لا طيب عندك بتطلع $10,000 ليه؟ كاميرته افتكر كاميرته القدام بايظه وكمان كاميرته القدام بايظه كمان. اي الله عشان اوريكم والله $10,000 دي حتقول لي طيب كم قدامي ال $10,000 حيجي زول زي ده حيقول كلام زي ده. ايوه انا كنت بشيلها بدخلها في المعمل بتاع الاسكريم اللي هو هسه ربنا يعني يوفقنا ان شاء الله يعوضنا الله يعوضنا والله يا جماعه الحي حاله ان شاء الله المهم ايوه كان القروش بتشتغل كده. فكان الايفون 11 مغطي معي يكون شغال به ما شاء الله تمام عديل كاميرته حلوه دائما التصوير ما الا يعني كاميرا بروفيشنال شديد. فمن دي تفاصيل كثيره الناس بتخش. افتكر موضوع انه والله العظيم تبدا تشتغل بتليفون كويس. دي حاجه انا ممكن اختلف معك فيها. ما ضروري ما شرط عديل ما شرط. ليه انا كنت شغال بايفون 6 اول ما بدأت، قبلها كنت شغال باندرويد. انت عارف يا حذيفه انا عشان اقدر انزل ستوري في السوشيال ميديا زمانك اللي هو زمان ما في اي زول كان بيخش انستغرام اصلا. عرفتها زمان كان في انستغرام في زي عمالقه معروفين سبحان الله الناس بيقوا اصحابي على هسه يعني قريبات وكده. دي سمحه في السوشيال ميديا. في ناس انا في ناس زمان بحضر لهم قلت يا اخي بس انا نفسي انا كيف اصل للناس صح كيف اسلم عليهم بس. ايوه مثلا هسه بيقوا اصحابك قاعدين يعني انت في رد وتمرقوا مع بعض وارقام تليفونك معاهم تتلاقوا. فكنت انا وقت هم بينزلوا حاجات بكواليتي عاليه جدا جدا. انا كان عندي تليفون اندرويد كان بيعلق لما نقوم اوصله بانستغرام وارفع الفيديو اصور الفيديو بالكاميرا حق الانستغرام. فكنت بصوره في الكاميرا برا بعدك بيجي بعمل ابلود للفيديو وبصور بالكاميرا ورا انا الكاميرا قدام بيتعلق. فالوقت ده انا كنت بعمل فيه كنت بجرب فهمت يعني انا ما عندي حاجه انا ما عندي موضوع. فكنت ما كنت عارف انا ممكن اعمل شنو او ممكن اصل لوين عرفتها. فكانت مجرد بدايات. بعد ذاك جبت الايفون 6 ايفون 6 انا من جبته حذيفه كان ال11 يعني فضل له كم شهر وينزل. كان وقت ذاك في تليفونات حديثه جديد كان في تليفون انا كنت شايل 6 الوقت ده والله يا معك اديك انا ابو 6 لحد هسه قاعد. اي شفت ده اللي شايله اخوك ده شايله اخوي. ايوه كنت شايل تليفون اندرويد كنت بنزل ستوريات ما افضل كان بيشتغل بي. كنت شايل 6 وما كان في زول بيشتغل بي لكن من الناس بدات تشتغل بي وانا بنزل فيه لانه جيت بنزل اكثر بقت عندي القابليه التليفون بقى بيستحمل انه انزل كثير. بدات تجينا حبه اعلانات قدرت الم لي حبه قروش على القروش اللي وفرتها على الاعلان اللي هو كان ما قروش طبعا حرفيا اللي وفرتها. قدرت اجيب لي 7 بلس ده انا من جبته حذيفه كان ال 12 نزل. ايوه كان ال 12 نزل حرفيا. بعد ال 12 ال 13 كان ماشي ينزل او نزل منها غيرت جبتها 12 ميني. شفت الصغير ده ال 12 ميني. بعد ال 12 ميني حتى بعد ذاك قدرت اجيب اللي هو اللي عندي هسه اللي هو 13 برو وجبته السنه اللي فاتت يعني ما تم كثير يعني ما تم سنه لسه. ما اعرف انا حاسس انه ما لازم يكون عندك اقوى تليفون في العالم عشان تبدا. كنت ابدا باي حاجه. كوتس اوف ذا ويك دي انا لحد الحلقه 30 قاعد بصورها بتليفوني وضوء الشمس. انا ما عندي اي حاجه كان عندي بس التليفون مذكر الحياه في الشقه الفوق كان في الشقه الفوق ايوه فكان بس في التليفون وحتى كان في بدايتها كان في الاوضه بعد ذاك حتى طلعت الشقه الفوق فما كان عندي شيء فهمت. الحاجات دي كلها كانت ما في. ما بديت اصور كوتس اوف ذا ويك بكاميرا الا بعد ما جيت مصر. لك انت تتخيل ما كنت الوقت ده كله كنت بصور بالتليفون وكنت مبسوط جدا كنت بطلع في كواليتي والناس كانت بتكون مبسوطه. قدرت اطلع قروش ما عشان اقدر اغير تليفوني بس عشان اقدر اعمل حاجات كثيره ثانيه. انا ما اقدر اتكلم عن ارقام ما يعني انا ما قدرت ادخل الارقام اللي دخلتها لكن انا كمجموع بتاع اسيتس او مجموع بتاع هناي من خلال الشغل بتاعي في السوشيال ميديا واللي هو سوق جديد وما في زول قاعد يخشه انا يمكن اكون دخلت فوق ال $8,000. حلو شديد دي قروش كثيره شديد. ايوه كحاجات اشتريتها يعني. يا شباب الحاجات اللي احنا قاعدين نصور فيها دي كلها حقتها يعني الكاميرا دي الاضاءه دي المايك ده ايوه الحاجات الكمبيوتر دي كلها حقت على فكره. ايوه
فالحمد لله دي كلها افتكر جات من السوشيال ميديا، يعني السوشيال بعد ميديا فضل ربنا ما زال بيدينا قروش على فكره يا جماعه جد. ايوه حرفيا، يعني بعد فضل ربنا وفضل الحب الناس يعني، واللي هي دي حاجه عظيمه جدا جدا. قدرت يعني اقدر اجيب حاجات تساعدني انه انا ما بعرف، انا ما زيك انت يعني ما شاء الله تعرف تستثمر قروشك في البيزنس وكده. انا ما بعرف اعمل الحاجه دي. انا بعرف استثمر في شنو؟ بعرف استثمر في اسيتس، يعني. تليفون، اعمل ابجريد تليفون، اشتري اضاءه، كاميرا، عدسه كده. دي الحاجه اللي انا بفهم يعني. فيها، عرفتها؟ وبالتالي دي الحاجه بالنسبه لي انه ممكن تدخل لي قروش. فافتكر انه هي سلاح يعني ذو حدين لو استخدمته صح وقدرت تعرف الفوائد اللي فيه. بتعبر شديد بتعبر شديد يعني تغنى عديل. طيب ونحن يا حذيفه كحقائق يعني نحن ما اكثر ناس عابرين في السوشيال ميديا، ما اكثر ناس عابرين. دي الحاجه الصادمه، دي الحاجه الغريبه. احنا ما عابرين وبندخل. تخيل الناس اللي عابرين بيدخلوا كم. انت دخلت $10,000 انا قدرت ادخل دي بس دي بس التصوير بس. أيوة. ما من قروشي عديل بتاعت البزنس. انت دخلت $10,000 انا قدرت ادخل $8,000. نحن ما احسن ناس في السوق بعد ما احسن ناس. احنا ما اصلا يعني نقطه في البحر ده. نقطه في البحر يعني في ناس انا بعرف ناس سودانيين. انا بعرف ناس سودانيين تمام. عشان تعمل عنده ستوري بس بدون ذكر اسمائهم منه، عشان تعمل عنده ستوري بس تدفع 10,000 درهم. 10,000 درهم. ايوه ستوري عشان يطلع الكلام لك ب 10,000 درهم. ايوه يعني شوف احنا وين يعني. احنا ولا ده شنو ده شنو نعمل في شنو ده منو اللي بيتكلموا في برودكاست بيتكلم في برودكاست بتدخل قروش بس انت تشتغل كيف تقوم تبني نفسك كيف صح. تبدا كيف تقوم. طبعا شباب ما هم قال ان انا زول بتاع شغل وكده. الناس قايلين اني هزلي انا هزلي لكن في الوقت يعني وقت الهزل. ايوه وقت الشغل يعني وقت الشغل والله. وقت الشغل مرات بكون هزلي شويه لكن شغل في النهايه. بتهزر انت. بهزر شويه لكن شغل في النهايه. لكن كوميديا سوداء يعني بهزر وانا شغال يعني. ايوه لكن يعني انا بفتكر انه انت من بين يعني الانفلونسرز الثانيين كلهم قدرت تعرف تستغل الحته حقت انه والله من بدري. انا بقى عندي 20 طوالي قلت يا زول ما داير لا قاعده طوالي. الناس ال20 اللي عندي ده طوالي دورت بهم. بقي شغال بزنس اللوحات دي. من انا عندي 20 اتوقع 30. بذكر بديت اللوحات هاي بدري شديد. انا بديت اللوحات طوالي قلت طوالي الناس اللي عندي طوالي ما مضمونين بيبيعوا خواتي فجاه يقوموا لك فولو ولا حاجه. يقوموا لهم فولو ولا حاجه كلهم كده. لكن انا بتذكر كان حكيت لي القصه حقت البزنس بتاعك او بتاع اللوحات. اول واحد انه بذكر قلت لي كنت مفلس شديد. كنت مفلس وابوي بيرسل لي. كان زمان يعني قبل ما هو اعبر كده في النادي كان بيرسل المصاريف بيرسل لي ما كان بتكفي نهايه الشهر. فكنت بتقول له ما اديني مصاريف ما اداني مصاريف. اخر مره قام كورك في نادي قال لي ما هديك مصاريف ثاني ما حاحول لك زياده دي ان شاء الله تتصرف ثاني اعمل دايره. فكان فاضل لي اخر 5,000 جنيه سوداني 5,000 تمام من والشهر يسع نصه قروش تنتهي الزرعه انا انا باكلها. انت فضل لي اخر 5,000. فقلت اعمل شنو قاعد في مكتبه كنت بطبع في شيتات. جزول هو عمل طبع ستيكر ولا شنو ما عارف. المهم من هناك جاتني الفكره. قلت طيب انا ما اطبع لوحات في اللين واظبطها كده واظبطها راقيه وابيع للناس. شو تمشي ولا لا؟ قمت مش عندي 5,000 باقي لي غير شهر دفعت نصها جبت فضل لي 2000. فهمت؟ قلت بس خلاص يا جعتة يا القروش دي راحت جعتة يا خلاص. انت من 5,000 اللي فضلت لك من 5,000 من نص الشهر دفعت منها 2000 عشان اقوم شنو اجيب اول لوحتين. اسوي اول لوحتين. تمام سويت اول لوحتين مشيت عرضتها عندي في الستوري حقي في انستغرام. انت شاب خمن انا ما اعرف اسعرها بكم. انا ما اعرف اي شيء. قلت لهم خمنوا دي بكم. دوت تقربوا لي انه اعمل بزنس. دي تخمنوا دي بكم. اي زوج قال لي دي ب 6,000 قال لي دي ب 7,000 وانا عملتهم الاثنين ب 2000 بس. فهمت؟ قالوا الواحده ب 6,000 5,000. انا انصدمت. انا من قوه الصدمه قلت لهم لا ب 1,500. قلت لهم لا يلا اقول لكم حاجه دي ب 1,500 بس. الواحده ب 1,500. بعت الواحده ب 1,500 يعني ربحت لي 500 في الوحده. من 2,500 يلا بقت 3 تمام. بعد قلت خلاص يعني ما داير. عملت لما اول يوم ده لما جيت عملتها لما عرضتها كان يمكن قريبه 20 طلب 20 لوحه. تمام مشيت قمت ادينت من صاحبي عمر بتاع عمر خان. ادينت منه قروش مشيت طبعتهم كلهم جهزتهم كلهم ووصلتهم لهم براي على فكره. وشيلنا عربيه ابو عمر برضه. الله عمر المفروض اديك قروش عمر راس المال حق عمر على فكره. جار الله شلنا عربيه ابو عمر ومشينا بها وصلنا اللوحات لوحه فهمت. وشلنا ال 500. فبالتالي عدك قمت عملت ستور عملت اعلان للستور كويس وبقيت شغال بسوق للستور كده عند الناس واصحابي وكده الناس اللي عرفتهم من السوشيال ميديا.
بنسوق لبعض هم بيسوقوا لي وانا بسوق لهم في حياه في علاقات كده يعني انت بين الانفلونسر الانفلونسرز دي حاجه برضه بتكتسب، بتكتسب دي حاجه برضه بتكتسبها لقدام. انت العلاقات. لما تخش علاقات مع انفلونسرز انت بتديهم اعلان، هم بيدوك اعلان كده، في علاقات متبادله صح، في منافع فبتستفيد شديد. يعني لو جينا عينا للموضوع بتاع الانفلونسرز تحسه كلام غريب. واحده برضه من الفوائد اللي هو لما بدينا نصنع محتوى، تمام، واللي هو دي حاجه انا يا ريت الناس تخش الكورس، انا بتمنى الناس تخش الكورس عشان الحاجه دي. مش لما تقول لهم خشوا بحسوا انه الكلام ده لمصلحتنا هنا ما لمصلحتهم. والله الكلام ده لمصلحتكم اكثر ما هو لمصلحتنا. والله العظيم اكثر بكثير. احنا حرفيا عاملينه بس عز الشباب. والله عز الشباب. انتم ما عارفين استوديو ايجاره بكم، مأجرين استوديو كاميرات ده كله ده زمن على فكره. ومن زمننا احنا عارفين لنا يومين شغالين، بس يومين عارفين شغالين غير الشهر، لان الشهر قبله احنا بنجهز. صح. يومي بجي انا من هنا، يومي بمشي لسويس في بيتهم، هو بجيني نتفق ميتنج ونقعد هاي نعمل شنو المفروض يحصل شنو. أيوة. فهو كان موضوع متعب، لكن افتكر نتائجه بتكون كويسه. داير الناس تخش الكورس والله العظيم. نفسي لانه حذيفه في حاجه انا كل مره اخذ يعني فيها بالي، والله العظيم نحن حذيفه كانوا بيعزمونا مطاعم وبنطلع دي كان عارفين شيء يعني كان دي اقل شيء، اقل حاجه، ده اقل انفلونسر بيحصل معه كده. ايوه، فكان بيعزمونا مطاعم اكيد شراب وبناكل. انا عارفين كنت عايش مجان في الخرطوم. أيوة. انا كنت عايش مجان وبنبرمج اي وبدونا قروش. ده كلام منطقي. حرفيا احنا كنا عايشين مجان. انا كنت بلبس مجان. انا مجان انا بذكر استورات برسل لك داير اعلان اسمع ما داير قروش، داير 5 فلاين 12 بنطلون 7 بتاع لك قدام برسل لك انت بتلبس وخلاص. انا بذكر كان في بتاع ستور كان كل مره بيشتغل لي اعلان بقروش وينوم قروش وينوم لحد ما الزول ده انا قفلتها حته انه انا اي حاجه كنت لابسها وانا طالع من البيت بتذكر اللي حصل الموضوع ده، اي حاجه كنت لابسها كانت طالعه من الستور ده. الموضوع كان مضحك يعني انا قلنا احنا عايشين مجان. انا كنت عايش انا ما اعرف الناس الباقيين كانوا عايشين، لكن انا كنت عايش مجان في الخرطوم. كنت عايش مجان بسوي السوشيال ميديا بخش محل بيعرفوني بقول له والله ما تدفع، ما بدفع والله ما تدفع. السوداني ذاتهم رجال، السوداني ذاتهم كريم، ما بدفعوني باكل مجان بشرب مجان. ليه؟ بعدين ذاتك زي ما انت زي هم بيعزوك انت بتعزهم. والله قاعد يعزهم. ايوه انا بتاع الشباب والله. يعني انا لو لقيت زول ما عنده والله طوالي حبيب والله، اي زول ما عنده يا شباب يرسل لي، ما تبقوا كتار يعني نفرين كده بالذوق. طيب انا حاجه من الحياه اللي داير اعملها، لانه بقول لك مثلا انه والله الناس بقت تحضر التلفزيون، يعني واحده من الحياه المواضيع المزعجه لنا تلفزيون السودان. يعني الحياه الحاصله في السودان مثلا ما بتقدر تعرفها ولا بتقدر تعرف الحاصل شنو. مثلا الناس ما عارف حاصل شنو، نحن ذاتهم ما عارفين الحاصل شنو. تمام. واحده من الناس اللي بيقدروا يعكسوا الحقيقه كما هي الصفحات حقت السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي بقت الحاجه الحقيقيه الملموسه، الناس بقت بتثق فيها اكثر من انها دي مشكله وحاجه كويسه. هي مشكله وحاجه كويسه، لكن لو بقى في individuals، يعني نحن مثلا انا وانت عارفين انه احنا حريصين جدا جدا ما بنشير اي حاجه في الستوريات رغم انه ممكن الناس تقوم تشوفها. كذلك الشباب انت ما متاكد من مصدرها ما صعب، عشان كده الناس ما تفهم الحقيقه. ايوه يلا لو بقى في انفلونسرز او صناع محتوى او صفحات يتعلموا من الكورس ده او يستفادوا من الكورس اللي بنقدمه عشان يقوموا منه لقدام يقدروا يوصلوا حتى المعلومات الكويسه للناس. نشر الحوجات دي مثلا، تخيل معي موضوع لما خشوا مدني بتذكر كان الناس كلها كان داير الموضوع الحوجات، فانا كنت بتمنى في اللحظه دي انا والله العظيم يا ريت لو الناس كلها كانوا كلهم كان كلهم مشاهير، كلهم عندهم ارقام على اساس ان الناس كلها تقوم ترسل وتنزل الحوجات دي عندها عشان تصل لاكبر كميه من الناس. فهمت؟ يعني السوشيال ميديا هي يعني سلاح قوي وسوق جديد حرفيا. ايوه، ومصدر دخل مجنون. ايوه، فدي كلها حاجات يعني انا بحس انه والله العظيم هي ما ممكن تكون مصدر دخل ثابت، لسه ما وصلت المرحله دي من النمو. لا لسه، ولكن يا حذيفه بالخطوات الصح تمام وبالطريقه الصح انا افتكر ممكن انها تكون حاجه جباره جدا جدا. ليه ما عندنا شركات بتسبونسر الشباب؟ يعني ما ترعاهم تدفع لهم قروش مقابل انهم يشتغلوا، بعدين تشيل منهم نسب في القروش الاعلانات وكده. يعني لو في زول يعني تقيل في البلد دي بيحضر البودكاست شوفنا يعني عمل لك شركه ترعى الشباب وكده. هيجيب ارقام هيحقق سيلز ما منطقي كده. يعني في ناس ما عندهم امكانيات. انا ما عندي مثلا كاميرا ولا كده بصور بقى. أيوة. انا عايش بتليفوني بس. ايوه تمام صح. فلو لقيت زول مثلا بيعزني كده ويديني قروش مثلا امول محتوى، اعمل محتوى جديد، محتوى مجنون وكده، اتحرك بيه ادفع لناس اسوي كده. يعني افتكر الموضوع ممكن يمشي شديد. هو والله حرفيا الشباب يعني بيجوا في مرحله انه والله العظيم هم ما دارين يخلوا الصفحه تموت او صفحاتهم دايره تموت، بمجرد
لانه هم بس دايرين يقوموا يصنعوا محتوى. أي. فبيقوا هم بيمولوا نفسهم بنفسهم، يعني هم بيقوا بيصرفوا على الموضوع ده عشان انه بس فور ذا سيك اوف انه صفحاتهم تمشي. لو لقوا الموضوع ده سبونسرز ممكن يكونوا الطرفين مستفيدين، صح. انه ده بيستمر، انه عنده جروينج اودينس، أي. عنده جمهور ماشي ويكتسب فيه ناس زياده، وفي نفس الوقت داك مثلا بيكون داير طب يبيع او داير كيف عندك يقدم انت اعلانات الخدمة. مستمره يعني انت مع الزول ده ايوه يعني بتبني ثقه. اكيد بين الناس. بتبني ما اكثر ثقة. حاجه بخاف عليها صانع المحتوى اللي هو نفسه على ما افتكر، او يعني سمعته. يعني اكثر حاجه بخاف عليها سمعته، فالناس طبيعي جدا جدا انها تحافظ على سمعتها بخصوص الموضوع ده، فبالتالي بتخاف انت ذاتك انه تقوم توري الناس حاجه ما ياها او تنزل حاجه ما ياها في الستوري او كده. سنس انه دي حلقه حقت كوتس اوف ذا ويك يا حذيفه، لو في اقتباس قالوا لك قولوا دي اخر حاجه ممكن تقولها لاي زول في اي وقت وحتفيد بها اي زول، يعني لو الدنيا كلها سامعك، الاقتباس ده حيكون شنو؟ استمر. دي الكلمه دي انا ممكن تقول لك غيرت حياتي عليها. يعني استمرار في اي حاجه، في سوشيال ميديا، في حقيقه، في شغل، في صلاه، في عباده، في قرايه، في انت تكون انت بتستمر. معروف اصلا في يوم كعب في يوم سمح، في يوم كعب في يوم سمح. فانت تستمر، انت بتستمر تشيل اليوم الكعب اليوم السمح، في النهايه تصل لنتيجه. لكن ما انت لما تيجي يجي اليوم تشيل اليوم السمح، لما يجي اليوم الكعب شت يا اليوم الكعب انا ما داير ثاني خلاص بقيف. فهمت؟ انت لازم تستمر. هذه فيها كعب وفيها سمح، فيها كعب شديد، فيها كعب انا لغايه الان شفته هسه حاليا ده. انا شفت حاجات يا اخي انا كبرت 100 سنه والله العظيم انا كبرت 100 سنه. يعني انا شفت كميه ضغط نفسي. انا كان مر علي اسبوع انا كنت حرفيا ما بتكلم بفكر بس، يعني مضغوط من كم حته يعني. فهمت؟ يعني على فكره يا شباب ما تشوفوا البيزنس ده ما حاجه سهله، ولا البيزنس ولا تسوي لك شغل وكده ما حاجه سهله نهائي. حاجه صعبه، ضغط نفسي بطريقه. يعني انا ممكن اقول لك كم عمر لو في كان ممكن تزال. انا كنت زي المجنون، كنت مفتح عينيك وقاعد. فهمت؟ خسران قروش، دافع قروشي كلها. انا غبي. فهمت؟ انا بخش بزنس بقلبي يلا راح موت في الموضوع، موت جوا. انا بنزل قروشي كلها ايوه. فهمت؟ في الحاجه دي اوريك حاصل شنو كان. اتذكر كنت دفعت قروش المكنات بتاعت الايس كريم، دافع قريبه 3 مليار. البزنس بتاع الايس كريم دافع اكثر من 3 مليار. 3 مليار دي كان قروشي كلها الوقت ده. تمام؟ دافعها والراجل يتاخر، وانا قمت خفت اني يكون الراجل لكني ما سوى الحاجه صح، مع ان انا ماضي معاه عقد وفاتوره وبتاع. تمام؟ والراجل متاخر علي وانا مزنوق بجاي وماجر بيت وما عندي قروش الايجار. انا راجل ما كان تجي عشان اشتغل عشان اطلع قروش الايجار. فهمت؟ وماجر فوق ده العربيه دي برضه جايين نهايه الشهر قروش بتاعت الايجار، وانا في نص الشهر فضل لي 15 يوم بس ما عندي قروش اطلع. يا اخي كميه ضغط كنت مضغوط دار طرش. فهمت؟ قاعد كده بس اليوم كله بمشي بطلع وبيجي عامل كده بفكر. يعني بفكر ودي قروش كثير ما اقدر يعني اقول له زول اسمع عندك مليار دين يا اخي. علاقاتي كلهم شباب قدري يعني ما وصل عنده 10,000 على بعض الدنيا لا دين. تخيل اقول له اسمع عندك مليار دين انت ده مجنون ولا شيء. فهمت؟ ده قروش كثيره كنت حتى لو في زول عنده يعني ما بدينا انت تقول راس مال مثلا الحين وانا ذات بخاف. انا ابو شيء منه ما رجعت له تبقى لي 4 3 يقول لي 4 3 وديك 3 ده واحد. فهمت؟ يعني كنت بتمر بايام عفن هي بتعدي في النهايه. فهمت؟ وبعدين بتتذكرها زي هسه ونقعد نضحك. لكن في وقت هذاك مستحيل كان اضحك مستحيل. انا كان جاب لي ميوزك ضحيني ما كنت قادر اضحك. فهمت؟ فموضوع صعب ما تستهتر به يعني. لكن ما في تجربه بتحصل لك او بتمر بها في الدنيا تستمر. انا يلا السمحه اللي خلاني اكمل انا مستمر كنت مع انه كان مضغوط كان عفن كان ممكن عادي اكنسل اي شيء. يلا خسرت انا ما داير بتستمر انسحب عادي. بدوق عند ابوي الحمد لله بدوق لابوي قال له والله ابوي اسمع انا مزنوق بحاول له وخلاص كده اكسر الحنك وما داري استمراريه في اي حاجه وخلاص اقعد. بتستمر انت لكن الظروف زي ما هي. الظروف ما بترى على زول. الظروف انت بتستمر. اي الظروف ما بتستمر. انت تتاقلم مع الظروف. ما الظروف بتتاقلم لك. ايوه لكن الظروف ما بتستمر. لكن دوام الحال من المحال. لكن انت بتقعد. انت بتقعد. انت اللي بتستمر. انت تتاقلم انت مع الظروف ذات. الظروف ما الظروف دارت تضرك وانا حاسس كده. الظروف دائما ضدك. فانت لازم تتاقلم مع الظروف ضدك دي. تتقبل الموضوع. كل ما تكون قنوع كل ما تكون مستمر. انا غايب شايف القناعه والاستمراريه دي سر الحياه حرفيا. في اي حاجه دي سر الحياه دي. ده مفتاح الحياه. تمسك انت تكون قنوع ومستمر ممتن انت كده الحمد لله. اي حاجه تحصل الحمد لله. اصلا مش اي حاجه بتحصل بقول لك تسلم حبيبي والله تسلم الحمد لله. ده مبدئي في الحياه الحمد لله. تسلم حبيبي والله ده شعاري في الحياه. ايوه والله العظيم. فشنو يا شباب والله خشوا كورس عليكم والله. خشوا كورس عشان تستفيدوا.
تعبانين تعبنا عشانكم والله تعبنا عشانكم. انت عارف انا انا عيوني واقعه كيف. انا شايف والله يا صاحبي الموضوع كان متعب يعني، كانت يومين مرهقه جدا مرهقة لما نغلط. ولسه حنكون شغالين في الموضوع ده شهر لقدام. ثاني شهر ماركتينج وتسويق لنا عشان نقنعكم حلوين تخشوا. والله يا حذيفه افتكر انه والله العظيم دي ما حصلت قبل كده انه يكون في كورس بتاع سوشيال ميديا خصوصا من ناس سودانيين وكده، من ناس في سودانيين. مصريين وكده. ايوه احنا حرفيا ممكن نكون ادينا خلاصه تجاربنا. احنا قلنا ادبنا على فكره، في حاجات قلناها المفروض ما نقولها. حياة، أيوة. الذوق بس ان شاء الله ما تعمل لنا مشاكل. يعني في كورس السوشيال ميديا ده نكون قلنا حاجات ممكن تكون اسرار او مفاتيح والله بجد. للهنا بتاع السوشيال ميديا. خلاص عشان كده الناس اللي بيخش ده خلاص يعني. افتكر انه ممكن يعني الكورس يولد انفلونسرز جديد. يا رب داين السوق دي ده جدا. انا والله بجد يا ده الريفريش والله كده الناس بجد. جداد. يعني ناس ناس مع ناس جداد يعني اخر ناس جو داخلين، ناس جو داخلين في السنه يا اخي انا بنبسط شديد لما نلقى زول جديد جديد. أيوة. عامل محتوى أيوة. ومجتهد كده وتعبان في الموضوع أيوة. بيستمر. صح يعني اي زول انا لقيته بيعمل 6-7 فيديوهات يلا تاني ما بشوفه تاني. صح داير زول يستمر. انا يستمروا انا ما قاعد توقف على لما يلقى زول عامل محتوى طوالي بدي فولو بتونس معاه طوالي. صح بارس له عديل يا اخي انت ممتع شديد وبتاع بعزز له شديد عشان يستمر. صح خلاص ما عندهم ما بتتمر فيهم بيكسروا حنك. بعدين تحس الموضوع غريب لانه اول ما واحد يبدا مثلا في موضوع السوشيال ميديا ويكون عنده كم فيديو يعبر وفجاه نحن نبدا مثلا او الشباب يعني يبدوا يشوفوا الزول ده مثلا عابر يقوموا يرسلوا له او يشيروا له فيديو او يكلموه انه يستمر يعني ولا كده بحيث بيروحوا ويصل. انت فاهم لانه ده الفرق يعني بيننا وبين الناس اللي قايمين جداد. يعني الفرق ما كبير، في حاجات صغيره في تريكات صغيره الناس دي كلها لو عملتها نحن ممكن كلنا نكون واحد. واحد ما في حاجه بتميزنا الا يعني الانفلونسرز الكبار يعني طبعا. لكن غير كده القاعدين الموجودين حاليا في السوق المعروفين في السوق حاليا يعني كلنا تقريبا في نفس المستوى. افتكر نفس يعني تقريبا. يعني نفس يعني في النهايه اصحاب بنعرف بعض. هو فريق ارقام لكن كلنا نفس الشيء. ايوه هو فريق ارقام لكن كلنا نفس الشيء. كلنا نفس الشيء. تحس كلنا نفس الشيء. اصلا كلنا مع بعض دائما مرقين مع بعض عاملين مع بعض محتوى مع بعض. اي زول داير زول يعمل معاه محتوى ما بزول بيقول لا ولا حاجه زي دي. ايوه فالشباب كلها بتعز بعض. انا هسه كان قلت لسويس تعال عندي فيديو بيجيني نصوره. هسه كان قلت لك تعال اعمل معي كورس طوالي بيجي عملنا كورس. انا جيت قلت له نعمل كورس طوالي قال لي رح قدام نعمل كورس نعز الشباب وبتاع عملنا كورس. ايوه صح فكان حاجه ظابطه. فيا اخواننا يعني ده افتكر ده نداء اخير يا اخواننا. ايوه يعني اول واخير. ايوه انا نحنس لنا زول ما داري نحنس زول ثاني وما بحضروا براينا. انا ما داير بحضروا براينا والله. انا وحذيفه عاملين كورس بتاع سوشيال ميديا واللي هو الكورس ده ممكن يخلق انفلونسر جديد او انفلونسرز جداد. ده الناس بقت شغاله بالموضوع لو ما عايزين تبقوا انفلونسرز ممكن تسوقوا للمتاجر حقتكم، تمسكوا محلات تسوقوا ليها. الكلام ده كله ممكن، ده كله علمناه للناس في الكورس. يعني مثلا انت كمتجر ما عندك قروش تعمل اعلان عن انفلونسرز تمام، عايز تبني هويه لنفسك ممكن تخش تتعلم كيف تقدر تبني هويه لنفسك، كيف تقدر تسوق لنفسك صح. وفي المفتاح الثالث اللي هو كيف انك تقدر تعمل قروش من السوشيال ميديا حتى بدون ما تصحى. يعني قروش الكورس اللي انت حتخشها دي ولا حق ستوري واحد اعلان عند الشباب صح. فانت ممكن تتعلم صناعه المحتوى تصنع محتوى اكبر وتجيب ارقام وفيوز وفان بيز. احنا ما بنقول لك استغنى عن عن الانفلونسرز وكده، انت حتحقق لهم لكن بعد ما انت تعبر. ايوه حتى بعدين لما انت تعبر الموضوع ما بيكون متعب، بيجيب ارقام اكثر لانه انت اوريدي معروف. ايوه لانه انت اوريدي باني الحياه الاساسيه او الناس شافتك قبل كده في حته. أيوة. شافتك في السوشيال ميديا في مكان بس ما عملوا لك فولو، لما يشوفوك عند المشهور بيصغوا اكثر. ايوه فيقوم بيعمل لك فولو بيخشوا بيشوفوا انت بتقدم في شنو. انا عايز طبعا المايك ليه ما قايلين هم في انت بتكلم معاهم كانه كان المايك هم لكن برضو يعني عايزين نشوف صناع محتوى جداد في الساحه نفسي من خلال الكورس. نفسي اشوف بيزنس. يعني الناس كلها عندها فكره البيزنس بس ما عارفه تسوق كيف. افتكر الكورس ده ممكن يسد الفرقه حقت انه تسوق البيزنس بتاعك، تديره سواء كان بيزنس او صفحتك الشخصيه او سواء كنت داير تتعلم تبني او تصنع محتوى يعني من الصفر. هو عايز تمسك صفحات كثيره مع بعض. أيوة. عايز تشتغل لناس من وين تجيب الافكار كيف أيوة. تشتغل كيف تصمم بوستاتك. الكلام ده كله بأبسط طريق يعني هو كورس بتاع اساسيات شديد. ونحن ما حندخل الناس كده افتكر لانه يعني المقاعد محجوزه شديد. ونحن عملنا الحاجه دي كتجربه وما هي الا تجربه ويعني فالمقاعد حتكون محدوده. فلو حابين تسجلوا غيرنا محدود احنا عايزين يكون حاجه مركزه يعني. ايوه كل مكان الناس بساط فنقدر نركز معاهم. حنقدر نرد عليهم حنقدر نتفاهم معاهم. ان شاء الله تملوا المقاعد وما تحوجونا انه نعمل كوم وقعد وبرنامج زي ده لانه نحن دايرين نركز الموضوع ده على الناس نقدر نفيد اكبر كميه من الناس ونقدر نتابع معاكم ان شاء الله يعني بالتوفيق للناس كلهم. في حاجه حابه تضيفها؟ والله ما حابب اضيف حاجه غير انه بس الناس تركز وتشتغل. الوقت ما لي صالحنا نهائي.
خصوصا في الايام دي. يعني حرفيا في ناس كتار بنوا حياه جديده. انا واحد من الناس بديت حياه جديده حرفيا، يعني كل شيء انا رجعت الصفر ثاني، نقطة الصفر من البداية. هسه قاعد أحاول أبني حياة جديدة، أبدأ شغل جديد، أشوف لي حاجة أشتغلها كده. فالناس كلها محتاجة تبدأ من الصفر، وكونك إنك تقعد متحسر أو راجي حاجة ما معروف هي حتنتهي متين، دي ما أنا مصلحتك، لأنه جد هي ما معروف تنتهي متين. اللي قدام حتكتشف إنه أنت ممكن محتاج لي ساعة في حياتك تاني، سنة دي سنة ننتحر بعد. ليه تضيع سنة من حياتك؟ دي ما مشكلة. قسم السنة راحت. على فكرة ويا شباب أنا ما داري أحرضكم على حاجة، لكن ما تقول إنه الجامعة واقفة ولا هنا الدنيا واقفة انتهت كده أنا خلاص انتظر لما الجامعة. صح. الجامعة ما حاجة، الجامعة ما مقياس لزول، والله ما مقياس. والله أنا بس ما بعتبرها مقياس أصلا. أنا شهادة بس بشيلها بستلمها تمام. ده إذا كان يعني لو لقيت لي شغل اللي قدام بشهادتي اللي أنا شيلتها دي، والمعروف إنه أصلا ما بزول قاعد ألاقي شغل ذات الأيام دي. أنا ما ضل أحرض زول على حاجة. أنتوا أقروا والقراءة مهمة شديد وأي حاجة، لكن هسه هي ما أنتوا ما تنتظروا لما تجي أبدي لك حاجة ثانية، أبدي لك بيزنس يمكن ربنا يفتح عليك، يمكن سبب الحرب ده إنك تبدأ بيزنس ربنا رايد لك تبقى رجل أعمال مثلا. أنا ما ممكن أنتظر أي حاجة ما أعرفها متين جاي. ما حتنتهي بتين. فأبدوا شوف حياتكم وين. الحرب ما حتستمر، لكن انت اللي حتستمر. انت هتستمر، انت مستمر، انت ما حتقف. فانت حاول حرك جسمك كده شويه، فهمت؟ عشان تصرف على نفسك وتشوف دنيتك ماشيه وين. لانه العمر ما مضمون حرفيا كده. يعني هسه ممكن نطلع برا، ممكن تيجي طياره هنا ممكن الطياره دي خش الشباك ده ستكتلنا كلنا. الموضوع ما خطر. الموضوع خطر. لكن لا ان شاء الله يعني اتمنى يعني اي زول يعني يقدر يلقى دربه وطريقه. لكن ان شاء الله في الحياه. والله نفسي الناس كلها تنجح، ما اعرف ليه انا طيب شديد. والله نفسي الناس كلها تنجح. والله بجد يا حذيفه، يعني بجد الناس كلها يعني افتكر ما انت عشان مثلا ممكن تكون ضغط نجاحات، فبالتالي عارف الموضوع ده ممكن يكون لذيذ كيف حلو شديد. ايوه، فانت بتكون داير الناس تستفيد، الناس تنجح. يعني موضوع يعني ما صعب والله ما صعب، والله ما صعب، والله ما صعب. بس فكر فيه، انت فكر فيه وخد تفكيرك فيه والله تنجح. والله العظيم حاجه تخطها في راسك بتجيبها. اي زول خدت حاجه في راسه بتجيبها. انت عارف انا يعني واحدة من اهدافي واللي هي ممكن هدف يكون سخيف جدا جدا. كيف هدف سخيف؟ وممكن يكون هدف هلامي تحسه الى حد ما. يعني نفسي يا حذيفه انا اقدر من السوشيال ميديا اطلع دخلي ثابت. ده ما هدف هلامي، ده هدف سمح شديد. ده هدف حلو جديد. والله يا حذيفه هو يعني بيتشاف هلامي، عرفت؟ على حسب يعني الناس اللي حولك او البيئه او الكوميونتي اللي انت قاعد فيه، فهمت كيف؟ يعني حاجات كثير يعني الناس انت بتقدر تقول لهم لا، او ما تقدر تسمح لنفسك انك تغلطهم، فهمت؟ ما عندك طريقه انك تعكس لهم الحاجه دي غير انه انت تثبت لهم الحاجه دي بالصوره دي، عرفتها؟ فان شاء الله يعني ان شاء الله يستفيدوا من الكلام اللي قلنا ده، ويستفيدوا من البودكاست ده، ويعرفوا مصلحتهم، يخشوا الكورس، لانه بجد المقاعد محدوده. انا حاسس اني بروج شديد للكورس، انا ما قصدي انه اروج شديد. هما ترويج. انا داير مصلحه، والله داير مصلحه، والله طيب، والله انا طيب يا جماعه. لكن ما تصدقوا حتكون داير قايلين داير مصلحتي وقاعد احنك فينا. والله ما تخشوا يا زلمه، ما دارين يزور. ما دارين يزور يلا. والله يا حذيفه لا بجد يعني افتكر ان احنا تعبنا اجتهدنا في الموضوع ده، وبجد دايرين الحياه دي يعني ترى النور، فهمت كيف؟ ايوه، لكن احنا ما دايرين نوريها لاي زول، لانه عارفين انه ما يزول بيستاهل انه يكون قاعد في الكورس ده. على فكره يا شباب، ده ما حيكون اول كورس، ده ما حيكون اخر كورس، لانه احنا عملنا يعني ان شاء الله احنا عملنا ايجنسي انه يعني ترى الحاجه دي تمام، انه حيكون الحاجه دي عباره عن كورسات كثيره. يعني اي حاجه انت تشوف ممكن مهتمين بها تورونا انتوا نفسكم تتعلموا عن شنو، واحنا بنقوم نجيب لكم كورس للحاجه دي من زول محترف في الحاجه دي، بروفيشنال فيها، شغال فيها زمن طويل. فالحاجه دي بتظبطكم شديد. فاي زول محتاج باسعار حلوه يعني، بس عزه عديد بنعز الشباب يعني. افتكر انه التعليم التقليدي زمانه ممكن يكون انتهى. كلام غريب عرفته، لكن التعليم التقليدي هو طبعا لا غنى عنه، انه تتعلم من جامعه، تتعلم من ثانوي كده. لكن الحاجه بتشتغل بها، الحاجه اللي هو بتتعلمها بعد سوق بعد ما تتخرج، بعد سوق العمل. هذه مهارات. فنحن بس الهدف من الايجنسي اللي حتساعدنا دي ان توفر للناس المهارات اللي هم بيحتاجوها والممكن تفيد الناس في سوق العمل، وحاجات ما محتاجه تكون بشهادات، حاجات محتاجه فقط اجتهادك الشخصي. اجتهاد شخصي بسيط، بس بسيط، حرك كده بس. ايوه، تحرك بس، مع الوقت بتصل تصل والله بتعبر شيء.
صح شباب بس شنو الناس تركز. انا شباب ده انبهكم لحاجه، تصوير الدوره يعني بروفيشنال يعني بتشوفوا هذا الناس حتشترك حتستمتع حرفيا حتستمتع حاجه بروفيشنال بشكل. صناع محتوى نسوي صناع محتوى يعني الخبره يعني بالخبره. ايوه بالخبره. افتكر الحاجه الكواليتي دي ما حصل اشتغلنا بها مجنونه. ما حصل كواليتي مجنونه. ايوه انا في اعلانات كبيره ما اشتغلت بكواليتي زي اي صح ما حصل اشتغلنا بكواليتي زي دي نهائي. فشكل حاجه سمحه شديد. واتمنى الناس انها تسجل الكورس وتلحق المقاعد. والكورس ده هو كورس اساسيات ما محتاج اي زول يكون عارف اي حاجه. الناس تقدر تستفيد منه جدا جدا. واتمنى انه الناس الجاده يعني وعايزه تستفيد جد وعايزه تعرف اسرار الموضوع ده وكيف انه ليك ولي انا وللناس التانيين انه كيف نقدر نعمل دخل زي ده بصوره زي دي. حفتكر ده حتسهل علينا حاجات كثيره جديد وحتساعد الناس انهم يقدروا يلقوا سوق جديد ويدخلوا دخل ما ظنيت قدروا يتصوروا قبل كده. مستحيل يتصوروا قبل شيء حتى فشكرا لكم لحسن استماعكم وحسن المشاهده يعني. وشكرا لك يا حذيفه عشان كنت الليله الضيف بتاع كودز اوف ذا ويك. والله يا اخي عالم جميل والله عالمكم ده يا اخي. تونسوا بس كده والله ما في سكريبت ما في حاجه ما في وهو عباره عن ونسه بس ونسه. ايوه هذا طبعا ما مقفل فين دي الا اقرا حاجه واقوله وبتاع في ونسه سايد انا والناس شديد والناس نفسي زول يقعد معي يتونس نتونس كده زول يدق لي يتونس معي. طيب دق لي عليك الله تونس معي ما قاعد يتونس معي ليه؟ كلام ده يقول لك حار بعدين. الله يحار والله بعدين ما حق يرد على الناس كلها. لكن ما مشكله. نحن ورانا حاجات هسه حاليا المفروض نقوم نعملها. المفروض نقومش نقفل الموضوع الكورس ده تمام. ورانا كم شيء. فشكرا لك يا حذيفه والله العظيم نورت حبيبي والله حبيبي يا الناس والله العظيم عبد العزيز يا ان شاء الله الله يديك العافيه. فقوم ده التليفون ده ضرب صدق عليك. ايوه فقوم خلاص امشي. ايوه يلا السلام عليكم. الله يا شباب تصبحوا على خير. ايوه